هما طلعوا مش معاهم ولا ايه؟ ستاربكس وماكدونالدز طلعوا مش بيدعموهم، هما بس داخلين في اي مصلحه، بغض النظر عن موقفهم في الاول اللي خسرهم كتير جدا. وتعالى نحسبها مع بعض. الفروع اللي الناس هجمت عليها، نسبه الكاستمرز بتاعتهم اللي قلت 50%، والفروع اللي في الدول التانية اللي بقت شبه فاضيه، والاسهم بتاعتهم اللي قلت الفتره الاخيره بنسب مختلفه. بس كل ده على الاقل كان عندكم موقف. بس اللي داخل في اي مصلحه ده بيغير رايه بسرعه. ان نقابه العاملين في ستاربكس عملت تويته وبعد كده مسحتها بسرعه، بس احنا شفناها وانتي بتدعمي القضيه. فروع ماكدونالدز اللي في دول كتير جدا طلع يقول يا جماعه انا ماليش اي موقف سياسي. الوجبات دي بتاعت مين؟ الناس دي من الاخر لا مع ولا ضد سايد من القضيه، هما مع اي فلوس جايه. انا حرامي، ايوه حرامي مالكيش دعوه. ان هم يوصلوا يغيروا رايهم ويدعموا القضيه ده معناه ان دورك فارق. كمل وخلي بالك، لان في براندز معينه استغنت عن اسمها كبراند وخدت اسم تاني لوكال عشان حضرتك تتلخبط. المهم انك تشتري المنتج بتاعهم. عشان كمان تتاكد ان دورك فارق، على مر التاريخ من انجح المقاطعات اللي عملت زي نسلة 1997 ونايكي في التسعينات وجاب 2002، كل واحده فيهم ليها سبب مختلف، بس خلت الشركه تعمل قانون معين للسبب ده عشان ترجع تاني شركه الناس تتعامل معاها. وعشان نخلي المقاطعه بتاعتنا مقاطعه ناجحه وما تبقاش مقاطعه وخلاص، لازم يبقى فيه استمراريه ويبقى فيه ميديا كفرج كبير جدا. يعني ما تسكتش وكمل في اللي انت بتعمله.